من جميل قصص عمر بن الخطاب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص أن عمر رضي الله تعالى عنه استأذن على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعنده نسوة من قريش يبادرنه ويكثرن عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر بادرنا بالحجاب، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بالدخول وهو يضحك، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أضحك الله سنك يا رسول الله. وفي رواية قال: ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ قال: عجبت لهؤلاء النسوة اللاتي كن عندي الآن. قال: عجبت لهؤلاء النسوة لما سمعن صوتك بادرن بالحجاب. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أيهبنني ولا يهبنك يا رسول الله؟ أيهبنني ولا يهبنك يا رسول الله؟ ثم قال للنساء مخاطبا إياهن: يا عدوات أنفسكن أتهبنني ولا تهبن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقلن: نعم، إنك أفظ وأغلظ من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما سلك ابن الخطاب فجا قط إلا وسلك الشيطان فجا غير فجه، إلا وسلك الشيطان طريقا غير طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن طريق عمر ممتلئ بالإيمان وممتلئ بالعداوة للشيطان، فلا يستطيع الشيطان أن يأتي إليه.